السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى في الفيديو بتاعي هنعمله مع بعض البسكوت، وهقول لكم على الغلطة اللي انا عملتها او الخطوة اللي انا عملتها زيادة ما كنتش مفروض اعملها. انا عاملة خطواتي هي زي كل سنة، بس المرة دي زودت حاجة كده صغيرة فرقت معايا جدا في شكل البسكوت. انا النتيجة مش راضياني لان ده عمره ما بيبقى شكل البسكوت بتاعي. الطعم هو ما اختلفش خالص، بس الشكل هو اللي اتغير. هقول لكم ده كان بسبب ايه، وده يعلمكم ان انتوا مادام عندكم المقادير بتاعتكم والطريقه بتاعتكم بتاعت كل سنه ما تغيروهاش. مهما شفتوا من تجارب. انا بس حبيت اجرب لاني شفت قنوات كتير بفيديوهات كتير بيحطوا النشادر مع البودر، اي نعم بنسب صغيره، بس يعني انا ما جربتها ما عجبتنيش بصراحه، وفرقت معايا جدا جدا في شكل البسكوت. انا هقول لكم مقدار كيلو دقيق في البسكوت مقاديره ايه. كيلو دقيق عليه 3 بيضات، عليه ربع كيلو سمنة، عليه ربع كيلو سكر، عليه معلقة فانيليا كبيرة، وعليه كوباية عصير برتقان او فروتي وبشر برتقانتين، وكمان بحط معلقة مساح صغيرة من النشادر على كيلو، يعني على 2 كيلو معلقتين شاي صغيرين. وهي دي بقى الغلطة برضو اللي انا عملتها، ان انا حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر على 2 كيلو، يعني على كيلو ونص معلقة شاي بيكنج باودر. دي غلطة كبيرة انا عملتها وفرقت معايا جدا في شكل البسكوت، واتمنى ما تعملوهاش، يا نشادر يا بيكنج باودر على طول. يلا بقى نبدأ خطوات البسكوت. ايا كان نوع البسكوت ده هي خطواته. هتجيبي نص كيلو السمنة. انا طبعا بقول مقادير ال2 كيلو، هتعملي كيلو طبعا اعملي نص المقادير دي. نص كيلو السمنة اللي عندي انا طبعا بعيرهم بالكوباية عشان اعرف هم عاملين كام كوباية. انتي ممكن على فكرة تمشي مقاديرك كلها بالكوباية، بس تكون نفس الكوباية اللي بتعيري بيها كل حاجة. نزلت بنص كيلو السكر على نص كيلو السمنة، ودي طريقة لأي نوع بسكوت تبدأي بيها، انك تنزلي السكر على السمنة وتضربيهم كويس جدا. طبعا يستحسن توزني كل حاجة على ميزان، سواء عندك او حتى بره توزني، يعني السكر ولا السمنة. تجيبي نص سمنة، تجيبي سكر، وحتى مش مشكلة عند اي سوبر ماركت كده تقسمي الكيس ويوزنهم لك عشان مقاديرك تبقى مظبوطة. تمام. فضلت بقى اضرب بالمضرب كده لحد لون السمن والسكر متغير معايا، بقى لون ابيض كده فاتح وعمل فوم. نزلت بقى ب6 بيضات في طبق كده، واحط عليهم معلقتين فانيليا. انا شخصيا ما بحبش يعني اغير مقاديري، غيرتها السنه دي لان الفانيليا السائله دي انا مش شامه لها ريحه. الفانيليا البواكي ريحتها حلوه كده ونفاذه. هي عامه بصراحه ما ظهرتليش اي زفاره في البيت، بس ملهاش ريحه زي الفانيليا البواكي. فضلت بقى انزل بضايه بضايه لحد ما تختفي خالص في السمن والسكر. خلاص وخلصت الكمية كلها، وهبدأ انزل ببشر البرتقان اللي عندي. طبعا بشر بقى البرتقان ما اقولكوش على جماله والريحة الحلوة اللي عملها للبسكوت. كان عندي كوبايتين عصير برتقان، انا واحدة كنت حطاها في المقادير، واحدة حطاها على جنب لو احتجتها. طبعا لان في دقيق حتى لو بتاع حلويات ساعات يحتاج سوائل ياما وساعات لا. المهم اخدت من الكوبايه اللي محطوطه ديت ربع عصير، حطيت عليها بقى معلقتين النشادر ودوبتهم فيها، ونزلت على السمن والسكر والبيض وضربت كويس بالمضرب لحد ما اختفوا تماما. اصبح كده خليط البسكوت جاهز معايا على اني انزل بيه على الدقيق والبيكنج باودر، ويا ريتني ما حطيت بيكنج باودر. هبدأ انزل بيه كده واحدة واحدة، وايد بنزل بيها بالسمن والسكر والبيض، والايد التانية بلم الدقيق يعني. طبعا الامر احتاج لكوباية العصير بلم بيها طبعا عجينتي، واحتجت الكوباية التانية كمان برضو كانت لسه العجينة ما اتلمتش. انت تلمي العجينة ما تعجنيهاش، لا الكحك ولا البسكوت بيتعجن له، احنا يا دوب بنلم بس العجينة. خلاص لميتها كده، اتلمت في ايدي. اول ما الاقي كده العجين ساب ايديا، قمت جايه بقى حطها في كيس كده بلاستيك نظيف، وبدات بقى اجهز حاجتي
المكنة والصواني، تكوني دهنة الصواني كده دهنة زيت، وتختاري الشكل اللي انت عايزاه من امواس المفرمة. ولحد المرحلة دي النتيجة كانت راضياني جدا ما شاء الله. بصوا ما شاء الله النقشة باينة جدا جدا في العجين، حتى واضح اهو من راس الصينية. بس انا كنت حاسة وانا باخد البسكوتة كده من المفرمة ان هي مش خفيفة تقيلة، بس يعني قلت ايه يمكن في التسوية انا تهيألي التسوية الاقي شكله زي ما هو. بس اللي حسبته لقيتها زي ما شفتوا كده، النقشة بدأت تروح شوية والبسكوت بتاعي علي. عرفت على طول ان السبب في ده اني زودت خطوة زيادة عن مقاديري المعتادة. هي خطوة ايه؟ خطوة البيكنج باودر. والله انا يعني خدت الفكرة من قناة كبيرة وقناة مليونية، كانت كمان بتحط على الكيلو نص كيس بيكنج باودر على نص معلقة نشادر. فانا عكست، قلت احط معلقة صغيرة شاي نشادر واحط نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة شاي برضو بيكنج باودر، فكده ابقى وزنت من الاتنين. بس للأسف برضو دي غلطة، انتي متعودة على طريقة كل سنة وبسكوتك ناجح فيها، ما تغيريهاش لو حصل ايه. تمام، هو الطعم هو ما اختلفش خالص، بس انا زعلانة من الشكل لان دايما بسكوتي كده ما كانتش بتعلى، وكانت بصراحة بتبقى مسطحة كده وحلوة، والنقشة بتبقى باينة فيها قوي حتى بعد التسوية، وكان بيبقى شكلها راضيني اكتر من كده. بس يلا بقى الحمد لله، والله بارك الله فيما رزق. البسكوت طلع حلو وريحته حلوة وطعمه احلى، هو بس الشكل اللي ايه يعني اتغير لان النشا اختفت شوية لانه عالي مني لاني حاطة بيكنج باودر، فطبعا علالي البسكوتة بتاعتي. واصلا في كمان يعني مادة رافعة زي النشادر وكمان بيض، فطبعا عالي معايا. هو مش كتير بس النقشة مش باينة خالص بعد التسوية بقى اللي بينت الغلطة جت منين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت ما تنسوش باللايك والاشتراك وما تكرروش غلطتي. وكل سنة وانتوا طيبين، تتعاد عليكم الايام بالخير والصحة والسعادة. ان شاء الله هنزل لكم بفيديو الكحك باذن الله باذن الله، ويطلع زي كل سنة مفهوش اي اختلاف ان شاء الله. السلام عليكم.